فيكم بوصفة جديدة من وصفات أكلات سورية صحية. اليوم رح نعمل البامية باللحمة والرز. عنا 1.5 كيلو بامية. البامية المتوفرة عندك، أنا هي المتوفرة عندي متلجة. 1.5 كيلو بندورة مقطعة، بندورة تازة مقطعة، ومعلقة كبيرة رب البندورة. بصلة كبيرة كتير جوانح. باقة كزبرة او هي حسب الرغبة، في ناس بيحبوها كتيرة باقتين كزبرة. كيلو لحمة او حسب الموجود، مو شرط كيلو، حسب الموجود. انا عندي لحم عجل. كمان حوالي 6 بصلات صغار لنقليهم مع اللحمة. توم مدقوق، توم مقطع. عندي الملح، مع انه انا حاطه ملح بالثوم المدقوق. عصير نص ليمونه، دبس الرمان. عندي البهارات، هي 7 بهارات مشكله. كزبره يابسه، كاري، بابريكا، فلفله حمراء حلوه، فلفل اسود، كركم. هلا بنحط الزبدة مع شوية زيت زيتون، ومنقلي الثوم والبصل، بعدين اللحمة. وبس تستوي اللحمة، هلا رح نحط البصل المقطع جوانح. أول شي البصل المقطع لحتى يتحمر شوي. يدبل، مو يحمر، يدبل شوي. بعدين بنحط الثوم المقطع، وبعدين اللحمة. هلا مثل ما شفتوا دبلت البصلة، وانا ضفت لها الثوم المقطع كمان دبل شوي. رح احط اللحمة قليها، لانه بتطلع اطيب بكتير اذا تقلت، مو دغري انسلقت سلق. قليها مع البصل والثوم، وبنرجع بنضيف لها البصل الكامل، بصل الصغير اللي بحاله. هلا بنستنى لحتى تستوي، وراح اضيف لها نص البهارات، نص كمية البهارات الموجودة. شفتوا بلشوا يتشوحوا شوي. ما بدي اياهم ينقلوا يعني تقلاية، بس هيك شوية تقليب بالزبدة والزيت مع البصل. وبضيف لهم البصل يلي بحاله كتير. هي البصل يلي بحاله الصغير، هي اصغر شي لقيته عندي. هو المفروض بجوز كمان يكون اصغر من هيك واكتر، بس كتير بيعطي طعمة طيبة بالبامية. هلا رح احط نص كمية البهارات. رح احط الفلفل الاسود، ورح احط الكاري، ورح احط الكزبرة اليابسة. كتير هي ضرورية، بتعطي طعمة كمان كتير طيبة. و7 بهارات، والكركم والبابريكا بحطهم مع البندورة والثوم المدقوق. ما بحطهم اول شي مع اللحمة. بحركهم شوي. شايفين كتير روايح شهية وطيبة، والمنظر كمان كتير حلو. هلا رح احط المي وسكر لتستوي اللحمة. وبهالأثناء بين ما تستوي اللحمة رح اقلي البامية. هلا حمي الزيت، رح احط البامية قليها لحتى تشقر شوي. بحطها بمصفاية،
وبس تستوي اللحمة بضيف دبس البندورة والبندورة، وبعدين بحط فوقهم اخر شي البامية بعد ما اضيف الحمض. هلا استوت اللحمة، رح نخلط البندورة المقطعة مع الدبس البندورة مع باقي البهارات، الفليفلة الحمراء، الفلفل الاسود، الكركم. هو هام كتير الكركم، بيقضي على كتير من الامراض. الكاري، 7 بهارات مشكلة، كزبرة اليابسة، وبحط الثوم المدقوق. هو فيه شوية ملح، رح ضيف بس شوية ملح معلقة صغيرة، وبعدين بدوق وبحاول عدل. هلا بخلطهم وبحطهم فوق اللحمة، بس يغلوا غلوتين بضيف البامية. بس قبل ما اضيف البامية بحط عصير الليمون. هي استوت اللحمة، شوفوا منظر البصل الكامل شو ظريف. رح نحط البندورة مع الثوم المدقوق وجميع انواع البهارات، بس يغلوا شي 10 دقايق رح نضيف البامية مع عصير الليمون. وقبل ما نطفي ب5 دقايق منضيف دبس الرمان والكزبرة ومنطفي، بتكون صارت طبختنا جاهزة. رح ضيف عصير الليمون. ضروري للبامية والملوخية دائما انه نضيف عصير الليمون قبل ما نضيفهم للطبخة، مشان ما يفتحوا ويطلع شكلهم مانو ظريف. هلا حطيناهم، بنتركهم يغلوا. هن تقريبا استووا بالقلي، شفتوهم كيف شكلهم مقلي. انقلوا تقريبا، استووا 3/4 الاستواء بالقلي. رح اتركهم ما كتير رح حركهم كمان مشان ما يفتحوا. رح اتركهم يغلوا، وبعدين بضيف دبس الرمان والكزبرة وبطفي. هلا استوت البامية، عم نضيف الدبس رمان والكزبرة هلا، وبطفي فورا مشان الكزبرة تضل خضرة وتضل طعمة الدبس. هي وهي الكزبرة. بخلط وبطفي. روائح كتير طيبة وكتير مفيدة، وخصوصا لمريض السكري. البامية كتير مفيدة وكتير بتخفض السكري، وخصوصا إذا ما أكل مع خبز، غمسة بالخبز أو أكل محدى رز. رح أطفي وأقدم. وهي أحبائي طبختنا صارت جاهزة، البامية باللحمة ومحدى الرز. وعزيزي مريض السكري، البامية كتير مفيدة لإلك. بتنزل السكري عند مرضى السكريين، وبتقدر تاكل الكمية اللي بدك اياها بدون ضرر. بس انا بنصحك قبل ما تبدا خصوصا وجبة الغداء بشكل خاص، انك تاكل زبدية شوربة كبيرة زائد صحن سلطة، بعدين تبدا وجبتك الاساسية، لانه رح تاكلها اكيد بلا رز وبلا تغميس بلا خبز. هيك بتكون شبعت كتير منيح، وبتكون حافظت على مستوى السكر بالدم. وإن شاء الله صحتين وألف عافية.